هنكمل يا شباب مع بعض. عندنا ترانزاكشن رقم 5. ترانزاكشن رقم 5 بيقول ان انا صرفت مصاريف، يعني اخدت خدمة وما دفعتش فلوسها. اخدت خدمة وما دفعتش فلوسها. خدمة ايه؟ خدمة ادفرتايزنج، خدمة دعاية واعلان. قلت للراجل، قلت لشركة من الشركات اللي اسمها ديلي نيوز، قلت لها اعملي لي بعد اذنك مصروف، اعملي لي خدمة دعاية، فده بالنسبة لي مصروف. هنقول ان ده اكسبنس. وبنقول عندي المصروف ده زاد ب 250، بس الاكسبنس خلي بالك بيجي ماينس 250. ليه الاكسبنس بيجي ماينس؟ لانه بيقلل الاونرز ايكوتي، واحنا ممكن نخلي الاونرز ايكوتي كده بالشكل ده، نجمع عليها الثلاث حسابات. الاونرز ايكوتي جواها الاونرز كابيتال، وجواها الريفينيو، وجواها الاكسبنسز. فانا عندي الاكسبنسز بيقلل الاونرز ايكوتي، علشان كده بيجي بالماينس. الاكسبنسز بتيجي بالماينس. وعندي الالتزام زاد، فانا عندي هنا 250 بقى زياده عليا التزامات. طبعا المفروض ان انا بقول حساب الاكونتس بيبل ده بيبقى له تحليل، يعني ممكن اقول هنا اسم الشركه الاولانيه واسم الشركه الثانيه واسم الشركه الثالثه. لما نيجي نعرف شجره الحسابات هنعرف ان كل حاجه بيبقى متسجله بحساب معين، يعني ده كده حساب مجمع في كل الموردين. في حساب مجمع في مورد ليه 1600 اللي اشترينا منه السبلايز، ومورد تاني، المورد تاني ليه 250 اللي اشترينا منه خدمه الدعايه والاعلان. الاكسبنس ده ممكن اسميه ادفرتايزنج اكسبنس، مش شرط ان انا اسميه اكسبنس وخلاص، بس انا بقول اكسبنس فور شورت عشان نسهل بس الموضوع في البدايه كبدايه. لكن لما نعرف الشجره ونعرف ان احنا لازم، لا ده لازم نسجل كل حساب باسم منفصل. لازم نقول ده ادفرتايزنج اكسبنس، بعد كده في ويجز اكسبنس، بعد كده في يوتيليتي اكسبنس. كل مصروف لوحده له حساب لوحده. نفس الكلام في الايرادات، كل حساب ايرادات له حساب لوحده. فهنا في الترانزاكشن ده انا عندي اكونتس بيبل لحساب الموردين زاد، ان انا عليا فلوس، زادت الفلوس اللي عليا ب 250، وحساب المصروف زاد بس بيجي بالماينس علشان يقلل الاونرز ايكويتي.